مرحبا بكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. معكم أنا هوجين هادي في حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتاب. في حلقة اليوم سنتناول كتاب الأسطورة والمعنى للكاتب كلود ليفي ستراوس، ومن ترجمة الدكتور شاكر عبد الحميد، والمراجعة في الترجمة للدكتور عزيز حمزة. عدد صفحات هذا الكتاب 84 صفحة، وفي هذا الكتاب يتناول الكاتب عدة محاور مهمة سنتعرف عليها بعد الفاصل. في هذا الكتاب يتناول الكاتب 5 محاور. المحور الأول يتحدث فيه عن لقاء الأسطورة والعلم، وينتقل إلى التفكير البدائي والعقل المتحضر، ثم يكمل في تحدثه عن ذوي الشفاه الأرنبية والتوائم، ويتساءل متى تصبح الأسطورة تاريخا، وفي النهاية يتحدث عن الأسطورة والموسيقى. ويبدأ الكاتب ويقول: الفجوة الحقيقية هو الانفصال الحقيقي بين العلم، ما يمكن أن نسميه بالتفكير الأسطوري، من أجل إيجاد اسم متفق عليه رغم أنه ليس كذلك تماما. الثغرة أو الانفصال الحقيقية حدثت في القرنين 17 و18. في ذلك الوقت ومع بيكون وديكارت ونيوتن وغيرهم كان من الضروري للعلم أن يقيم دعامة بطريقة راسخة في مواجهة الأشكال القديمة من التفكير الأسطوري والسحري. وقد كانت الفكرة هي أن العلم يمكن أن يوجد فقط من خلال اعتماده على عالم الحواس، العالم الذي نراه ونشمه ونتذوقه وندركه، أي العالم الحسي. كان عالما وهميا، بينما العالم الحقيقي عالم الخصائص الرياضية التي يمكن أن تفهم فقط بالعقل، والتي كانت غير متفقة بشكل غريب مع الأدلة الزائفة الوهمية التي تقدمها الحواس. وربما كانت هذه حركة ضرورية لأن الخبرة تطلعنا على أهمية امتناننا بهذا الانفصال، لأنه من خلاله استطاع التفكير العلمي أن يبني نفسه. وهنا يوضح الكاتب أن العلم الحديث يحاول أن يسد هذه الفجوة، وأنه وبطريقة متزايدة فإن البيانات أو المعلومات الحسية يعادلها تكاملها مع التفسير العلمي، باعتبارها شيئا له معناه وله حقيقته ويمكن تفسيره. على سبيل المثال عالم الروائح أو الشميات، لقد اعتدنا أن نفكر بأن هذه الروائح هي خبرة ذاتية خارج عالم العلم، والآن أصبح علماء الكيمياء قادرين على أن يخبرونا بأن كل الروائح وكل الأطعمة أو المذاقات لها تكوين كيميائي خاص، وكذلك أصبحوا قادرين أن يخبرونا لماذا نشعر بأن بعض الروائح والمذاقات تبدو لنا متشابهة بينما بعضها الآخر تبدو لنا شديدة الاختلاف. وهنا يوضح الكاتب أن أمام العلم طريقتين فقط للتقدم: أما طريقة الاختزال أو الطريقة البنيوية، ويكون العلم اختزاليا عندما يكون من الممكن أن يكتشف أن ظواهر شديدة التعقيد عند أحد المستويات يمكن اختزالها إلى ظواهر أكثر بساطة عند مستويات أخرى. ومن زاوية أخرى يبين الكاتب أن بعد دراسته لأنساق القرابة وقواعد الزواج
أي نظم الزواج، تحول انتباهه مصادفة وليس بطريقة مقصودة على الإطلاق في اتجاه الأساطير. فالقصص الأسطورية تبدو بطريقة تحكمية بلا معنى وبعبثية، ومع ذلك فإنه يبدو أنها تعاود الظهور في مختلف أنحاء العالم. ويمكن القول هنا أنه كان هناك انفصال ضروري بين الفكر العلمي وبين ما قد نسميه بقانون المحسوس، أي احترام واستخدام المعلومات المعطاة من خلال الحواس باعتبارها مقابلة للصور أو ما شابه ذلك. ونحن نشهد اللحظة التي سوف يتم التغلب فيها على هذا الانفصال أو جعله معكوسا، وذلك لأن العلم الحديث يبدو قادرا على إحراز التقدم ليس فقط في نطاقه التقليدي الذي تقدم كثيرا جدا للأمام، ولكنه ظل في نفس القنوات الطبيعية، ولكنه أيضا يبدو قادرا في نفس الوقت على توسيع القناة وأن يعيد إدماج عديد من المشكلات الهامة التي تركت من قبل في الخارج. وهكذا فسوف تظهر مشكلات جديدة لم يتم إدراكها حتى الآن بشكل جيد، وسوف تكون هناك دائما فجوة بين الإجابة التي يكون العلم قادرا على إعطائها لنا وبين السؤال الجديد الذي سوف تثيره هذه الإجابة. فالعلم لن يعطينا كل الإجابات، وما يمكن أن نحاوله هو أن نزيد بطريقة تدريجية عدد ونوعية الإجابات التي نكون قادرين على إعطائها، وهذا ما يمكن أن نفعله كما نعتقد من خلال العلم فقط. وفي محور آخر يبين الكاتب أن طريقة التفكير التي توجد لدى البشر الذين نسميهم عادة وبطريقة خاطئة البدائيين، هذه الطريقة قد تم تفسيرها بطريقتين مختلفتين، وكلاهما في رأيه كان خاطئا بدرجة مماثلة. والطريقة الأولى كانت أن ينظر إلى مثل هذا التفكير كما لو كان خاصية جافة أو تتسم بالخشونة. أما الطريقة الأخرى أو النموذج الآخر في النظر إلى تلك الشعوب فلا يرى أن هناك نوعا من التفكير أشد قصورا من غيره، لكنه يراه مختلفا تماما وبشكل جوهري عن غيره من أنواع التفكير. وتمثل هذا المعنى أعمال ليفي برول الذي اعتبر أن الفارق الأساسي بين التفكير البدائي والتفكير الحديث أن النوع الأول يكون محدد تماما بواسطة التمثيلات الانفعالية والسحرية. وما حاول الكاتب أن يبنيه في العقل المتوحش هو أن تلك الشعوب التي عادة ما ننظر إليها على أنها خاضعة تماما للحاجة إلى تجنب حالة التطور جوعا والاستمرار في حالة القدرة على البقاء في ظل ظروف مادية شديدة القسوة، هذه الشعوب تكون قادرة تماما على القيام بتفكير منزه عن الهوى، أي أنهم يتحركون من خلال الحاجة أو الرغبة لفهم العالم المحيط بهم. ومن ناحية أخرى فإنه من أجل الوصول إلى تلك الغاية فإنهم يتقدمون من خلال وسائل عقلية، بالضبط كما يفعل الفيلسوف، أو حتى إلى حد ما كما يفعل العالم، إنهم يستطيعون ذلك ويطمحون إليه أيضا. هذا هو الفرض الأساسي لديه. وأن القول بأن طريقة معينة في التفكير تتسم بالنزاهة وأنها طريقة عقلية في التفكير لا يعني أبدا أنها مماثلة للتفكير العلمي. بالطبع فإنها تظل مختلفة بشكل ما وقاصرة بشكل آخر، وهكذا فإن هذا الطموح الكلي للعقل المتوحش هو أمر مختلف تماما عن إجراءات التفكير العلمي. وبالطبع فإن الفارق الكبير هو أن ذلك الطموح لا يحالفه التوفيق، فنحن نستطيع من خلال العلم أن نحقق السيطرة على الطبيعة، بينما بالطبع تكون الأسطورة غير ناجحة في إعطاء الإنسان قوة مادية إضافية للتحكم في البيئة.
وننظر إلى أسطورة من غرب كندا تتعلق بسمكة السفن التي تحاول أن تتفوق أو تسيطر على ريح الشمال وتنجح في ذلك. إنها قصة خاصة بذلك الزمن الذي وجد على الأرض قبل الجنس البشري، وهي خاصة بزمن لم تكن فيه الحيوانات والبشر في واقع الأمر يتميزون عن بعضهم البعض. كانت الكائنات نصف بشرية ونصف حيوانية، لكنها كلها كانت تضايقها الرياح، وذلك لأن الرياح وخاصة الرياح السيئة كانت تهب طيلة الوقت وتجعل من المستحيل القيام بالصيد أو بناء أماكن المأوى على الشواطئ. ولذا قرروا أن يحاربوا الرياح ويجبروها على أن تسلك مسلكا طيبا، فقامت حملة اشترك فيها العديد من البشر الحيوانيين أو الحيوانات البشرية، واشتملت هذه الحملة على سمكة السفن التي لعبت دورا هاما في أسر ريح الشمال. وقد أطلق سراح ريح الشمال عندما وعد بألا يهب طوال الوقت، ولكن من حين لآخر أو في فترات محددة فقط. ومنذ ذلك الوقت أصبحت ريح الشمال تهب في فترة محددة من السنة لمدة يوم واحد كل يومين، وخلال بقية السنة يستطيع البشر أن يقوموا بنشاطاتهم المعتادة. هذه القصة لم تحدث أبدا، ولكن ما علينا أن نفعله ليس أن نطمئن أنفسنا بأن ذلك مجرد عبث أو أوهام خلقها عقل ما في لحظة من اللحظات، وأن ما علينا أن نأخذ الأمر بجدية ونسأل أنفسنا لماذا سمكة السفن ولماذا ريح الشمال. وعندما ننظر نظرة قريبة إلى المادة الأسطورية كما تم أخبارنا بها، فإننا سنلاحظ أن سمكة السفن تنشط هنا من أجل مجموعة من الخصائص المميزة لها وشديدة الدقة، وتنقسم هذه الخصائص على نوعين. الأول منها هو أن هذه السمكة مثل كل أنواع السمك المسطح أملس البطن وخشن الظهر، والإمكانية أو القدرة الثانية التي تسمح لسمكة السفن أن تهرب بنجاح عندما يكون عليها أن تقاتل حيوانات عديدة شديدة الضخامة من أسفل ومن أعلى، وشديدة النحول عندما ترى من الجانب. وقد يعتقد أحد الخصوم أنه من السهل عليه تماما أن يصوب سهما ويقتل هذه السمكة بسبب ضخامة حجمها، ولكن في اللحظة التي يصوب فيها السهم إلى سمكة السفن فإنها تستدير وتراوغ وتظهر الناحية الجانبية منها، والذي يكون من المستحيل بالطبع التصويب عليه، ومن ثم يتم لها الهرب. وهكذا فإن السبب الذي اختيرت من أجله هذه السمكة هو أنها حيوان يمكنه بالنظر إليه من اتجاه معين للرؤية أو من اتجاه آخر أن يعطي أنها قادرة على حالتين غير متواصلتين أو مستمرتين، أحدهما إيجابية والأخرى سلبية. واستخدام سمكة السفن في الأسطورة هو شبيه بالعناصر التي يمكن أن تستخدم في الحاسب الآلي الحديث، ومن أجل حل مشكلات شديدة الصعوبة من خلال إضافة سلسلة من الإجابات بعضها بنعم وبعضها بلا. ورغم أنه من الخطأ والمستحيل من خلال وجهة نظر واقعية إمبيريقية أن نعتبر سمكة ما قادرة على محاربة الريح، فإنه من وجهة النظر المنطقية يمكن أن نفهم لماذا يمكن استخدام صور مستعارة من الخبرة ووضعها في حالة نشاط. وهذه هي أصالة التفكير الأسطوري، أن يلعب دور التفكير التصوري. فالحيوان الذي يمكن أن يستفيد منه على أنه عامل نشط ثنائي العمليات يمكن أن يكون له علاقة من وجهة نظر منطقية مع مشكلة لها طبيعة ثنائية أيضا. فإذا كانت ريح الشمال تهب كل يوم خلال السنة فإن الحياة تكون مستحيلة بالنسبة للجنس البشري، ولكن إذا كانت تهب يوما واحدا كل يومين، أي نعم في أحد الأيام ولا في اليوم الآخر، وهكذا فإن نوعا من المصالحة يكون ممكنا بين حاجات النوع البشري والظروف الموجودة في العالم الطبيعي. وهكذا فإنه من وجهة نظر منطقية هناك نوع من القرابة أو الصلة بين حيوان كسمكة السفن وبين طبيعة المشكلة التي تحاول الأسطورة حلها. والمشكلة ليست حقيقية من وجهة النظر العلمية، ولكن كان في إمكاننا أن نفهم هذه الخاصية للأسطورة، وهذا سيمكننا دون شك من فهم العديد من الأشياء الموجودة في التفكير الأسطوري والتي كانت عرضة للإهمال أو النبذ في الماضي باعتبارها عبثية وبلا معنى. وهذا التيار سوف يقودنا إلى الاعتقاد بأنه فيما بين الحياة والتفكير لا توجد تلك الثغرة المطلقة التي تم قبولها على أنها أمر حقيقي خلال الثنائية بالقرن 17.
زاوية أخرى يتحدث الكاتب عن ذوي الشفاه الأرنبية والتوائم، ونقطة البداية ستكون ملاحظة محيرة سجلها مبشر إسباني في بيرو. فقد كان يحدث في جزء معين من بيرو في ذلك الزمن، وفي أوقات البرد القارس يقوم الكاهن باستدعاء كل السكان الذين عرف عنهم أنهم قد ولدوا من خلال سحب أقدامهم أولا، أو أن لديهم شفاه أرنبية، أو كانوا من التوائم، ويقوم باتهامهم بأنهم المسؤولون عن ذلك البرد القارس، لأنهم كما كان يقال قد أكلوا الملح والفلفل، وكانوا يؤمرون بأن يتوبوا ويعترفوا بخطاياهم. والآن فإن الربط بين التوأم والاضطراب في الطقس هو أمر مقبول ومنتشر في العالم بما فيه كندا. فمن المعروف تماما أنه على شاطئ كولومبيا البريطانية وفيما بين الهنود كان التوائم يمنحون قوة خاصة لإحضار الطقس الجيد ولطرد العواصف وما شابه ذلك. وهنا يطرح الكاتب بعض التساؤلات: لماذا ذوي الشفاه الأرنبية، ولماذا التوائم، ولماذا يتم وضع ذوي الشفاه والتوائم معا؟ ويجيب بأنه النقطة الهامة هي أن كل الأساطير الأمريكية، بل ويمكن القول بأنه في كل أساطير العالم يكون لدينا الآلهة والكائنات الخارقة، وهي تلعب أدوار الوسطاء بين القوى العليا والإنسانية السفلى، ويمكن تمثيلها بأشكال مختلفة. فلدينا مثلا شخصيات من نمط المسيح، ولدينا التوائم السماوية. ويمكننا أن نرى أن مكان الأرنب الوحشي في الميثولوجيا الجونكية هو بالضبط فيما بين المسيح أي الوسيط الفريد والتوائم السماوية، أنه ليس توأما لكنه مشروع توأم، وأنه ما زال شخصا كاملا لكن لديه شفاه أرنبية، إنه في منتصف الطريق لأنه يصبح توأما. وهذا يفسر لماذا يكون في هذه الميثولوجيا للأرنب الجبلي طبيعة غامضة قد أرهقت المفسرين وعلماء الأنثروبولوجيا. فهو أحيانا يكون إلها شديد الحكمة يهتم كثيرا بوضع العالم في حالة من النظام، وأحيانا أخرى يكون مهرجا ساخرا ينتقل من حظ عاثر إلى حظ أسوأ. وهذا أيضا يحسن فهمه إذا فسرنا اختيار الهنود الجونكيين للأرنب الجبلي على أنه فرد واقع بين حالتين، من حالة الألوهية الفردية المفيدة للنوع البشري، وحالة التوأم الذي يكون أحدهما خيرا والآخر شريرا. وفي حالة عدم حدوث الانقسام الكلي إلى اثنين، في حالة عدم التحول إلى توأم، فإن الخاصتين المميزتين المتعارضتين تظلان متكاملتين لدى نفس الشخص الواحد. ومن زاوية أخرى يبين الكاتب أنه من خلال الدراسة الواعية للتاريخ بالمعنى العام للكلمة، ومن خلال النظر إلى التاريخ ليس باعتباره تأويلا مليئا بالأوهام، ولكن من خلال المحاولة شديدة الجدية وبالمساعدة التي يقدمها علم الآثار الذي يقوم بعمليات الترميم للمواد القديمة ويحفر من أجل الكشف عن مواقع القرى التي أشارت إليها مصادر التاريخ، ومن خلال محاولة إقامة مقاربات بقدر ما يكون ذلك ممكنا بين التأويلات المختلفة، ونحاول أن نكتشف ما هو متفق حقيقة وما هو ليس متفقا، ومن ثم يمكننا في النهاية أن نصل إلى فهم أحسن لماهية علم التاريخ في حقيقة الأمر. ونحن لسنا بعيدين عن الاعتقاد بأنه في مجتمعاتنا الخاصة قد حل التاريخ محل الميثولوجيا، وأنه يقوم بنفس الوظيفة، وأنه في المجتمعات دون مستوى الكتابة والتي لا توجد لديها أشكال الأرشيف أو المحفوظات التي توجد لدينا، يكون هدف الميثولوجيا هو أن تضمن بقدر الإمكان أن يظل المستقبل شديد الصلة، فالقرب الكامل كما هو واضح غير ممكن بالحاضر والماضي. وبالنسبة لنا فإن المستقبل يجب أن يكون دائما مختلفا، بل وأكثر اختلافا عن الحاضر، وبعض الاختلاف يعتمد بالطبع على تفضيلاتنا السياسية، ولكن مع ذلك فإن الثغرة الموجودة في عقولنا إلى حد ما بين الميثولوجيا
والتاريخ، ولكن مع ذلك فإن الثغرة الموجودة في عقولنا إلى حد ما بين الميثولوجيا أو الأسطورة والتاريخ يمكن اختراقها من خلال دراسة مصادر التاريخ المختلفة وإدراكها ليس باعتبارها منفصلة تماما عن الميثولوجيا أو الأسطورة، ولكن على أنها استمرار لها. وفي محور آخر يقول الكاتب أن العلاقة بين الأسطورة والموسيقى ربما كانت هي الموضوع الذي أثار سوء الفهم خاصة لدى المتكلمين بالإنجليزية وأيضا الفرنسية، لأنه تم الاعتقاد بأن هذه العلاقة هي علاقة تعسفية تماما، لكن لا توجد فقط علاقة واحدة بين الأسطورة والموسيقى، بل علاقتان، أحدهما خاصة بالتشابه أو التماثل، والأخرى خاصة بالتجاور أو القرب، وأنهما في حقيقة الأمر كانا بالفعل شيئا واحدا. وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالتشابه هو أنه بالضبط كما في حالة المقطوعة الموسيقية أنه من المستحيل أن نفهم أسطورة ما على أنها سلسلة متصلة، وهذا هو السبب الذي يلزمنا أن نكون على وعي بأنه إذا حاولنا أن نقرأ إحدى الأساطير كما نفعل عندما نقرأ رواية أو مقالا في جريدة فإننا لن نفهم الأسطورة، وذلك لأنه يجب علينا أن نتفهمها ككل متكامل، وأن نكتشف أن المعنى الأساسي للأسطورة لا ينتقل من خلال سلسلة من الأحداث، ولكن من خلال حزمة من الوقائع أو الأحداث، وذلك رغم أن هذه الوقائع أو الأحداث قد تظهر في لحظات مختلفة من القصة. ومن أجل ذلك فإن علينا أن نقرأ الأسطورة كما نقرأ مقطوعة للأوركسترا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قراءة في كتاب. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.